السلام عليكم خوتي. اليوم رجعت لكم بإن نوفل الفيديو تاع اليوم غادي نهضروا على التشكيله المتوقعه لمباراه المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الغامبي. المباراة مازال لها 5 سوايع باش تبدا. راني ندير في ذا الفيديو قبل 5 ساعات من المباراة. غادي نهضروا على التشكيلة المتوقعة اللي غادي يبدا بها المنتخب الوطني المباراة تاعو ضد غامبيا. وإلا كان فيه أي تغييرات للتشكيلة الرسمية غادي نكتبوها في التعليقات إن شاء الله، تسيبوها في أول تعليق ولا. المهم، قبل ما نبداو خاوتي نتمنى من كل واحد راه يشوف معنا في ذا الفيديو خاوتي يابوني في لاشين، واذا انت راكم ابوني فعل الجرس باش يوصلوك اشعارات كي نديرو فيديو جديد، وما تراطي حتى فيديو جديد خاوتي. وما تنساوش دعمونا بجام خاوتي، خلونا نوصل ذا الفيديو ل 500 جام ولا خاوتي. المهم، نرجع لموضوعنا، واللي هو التشكيلة المتوقعة المباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الغامبي. خاوتي سمحوا لي شوية على الصوت تاعي باسكو راني مريض. المهم نرجعوا لموضوعنا. كما قلنا، التشكيلة المتوقعة غادي يلعب في حراسة المرمى عز الدين دوخة، باسكو مبولحي ما عيطولوش لخاطرش راه مصاب، وقال لك الإصابة تاعو نظن راهي خطيرة، نتمنوا له الشفاء. قال لك ممكن حتى يغيب على كأس افريقيا. احنا نتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله. المهم، في حراسة المرمى قلنا كاين عز الدين دوخة. في الدفاع عندنا على اليمين عندنا عطال، اليسار فارس، وفي وسط الدفاع كاين بالعمري وبن سبعيني. في وسط الميدان خاوتي سمحوني، في وسط الميدان عندنا عابد ولكحل. لأول مرة غادي يشاركوا، غادي يلعبوا عابد ولكحل، نظن بيجربهم. وثاني عندنا فيغولي محرز وبالليلي، بالإضافة إلى بغداد بونجاح كقلب هجوم. هذه هي التشكيلة خاوتي. نعاودوها من نهار الأول: الدوخة عطال، فارس بالعمري بالسبعيني عابد لكحل فيغولي محرز بالليلي وبغداد بونجاح. هذه هي التشكيلة خاوتي المتوقعة. غادي نكتب لكم التشكيلة الرسمية كي قرب المباراة، وتابعونا خاوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، رانا ننشروا فيه كاع جديد خاوتي. ودمتم في رعاية الله وحفظه خاوتي. نتلاقاو في فيديو جديد، وبيس.